السلام عليكم. انا النهارده قلت اعمل فيديو ده عشان انا عندي سؤالين متكررين وموجودين دايما على الصفحه. قلت ان الاسهل ان احنا اجاوبهم عليكم على فيديو، على اساس ان الناس كلها تبقى قادره تستوعب الفكره اللي في السؤالين دول. السؤالين هم اول واحد، انا طبعا ببص عليهم عشان كاتباهم، عشان ابقى بقراهم زي ما اتبعتولي نوعا ما. الاكتشاف المبكر بان احنا نعمل علاج سلوكي ودمج، انه في الاغلب الناس فهمت مني انه الطالب ده مش ممكن يبقى طبيعي تاني في يوم من الايام، وده معناه ان صعوبات التعلم هل بتتعالج ولا لا بشكل نهائي. ده السؤال انه الناس فهمت مني ان الاكتشاف المبكر والدمج والعلاج السلوكي والكلام ده مش بتخلي الواحد طبيعي تاني. وفي نفس الوقت السؤال في شق تاني، انه هل من الاخر كده صعوبات التعلم بتتعالج بشكل نهائي ولا بيحتاج طول عمره معاملة خاصة؟ الحقيقة ان انا قلت لصاحبة السؤال ده ان انا هجاوبه في فيديو مخصوص، لان هو ليه اجابة كبيرة لسبب بسيط. اول حاجة، في حاجتين في كلمتين في السؤال الاولاني ده محتاجين يتعرفوا تعريف، يعني تعريف كلنا نبقى عارفينه او متفقين عليه. اول حاجة، يعني ايه طبيعي؟ يعني كلمة طبيعي يعني ايه طبيعي؟ هل انا لو شخص النهارده ما بعرفش ان انا اصحى الصبح واتكلم مع بني ادمين قوي، او ابقى في احسن حالاتي غير لما ابقى اشرب القهوه بتاعتي، هل انا كده طبيعي ولا انا كده مش طبيعي؟ هل النهارده انا لو شخص عندي السكر، بلاش، انا كشخص مثلا، انا شخصيا عندي الضغط، هل انا كده طبيعي ولا انا كده مش طبيعي؟ هل حضراتكم بتشوفوني الفتره اللي فاتت في الفيديوز حد يعرف ان انا مثلا شخصيه عندي الضغط وباخد دواء الضغط ولا لا؟ فده تعريف مهم قوي، ان انا قبل ما اسال حد على هيبقى طبيعي، هو يعني ايه تعريف الطبيعي؟ تعريف الطبيعي ده في الحقيقه انا بشوف انه احنا كلنا في الحالة دي طبيعيين. يعني البني آدم اللي لازم يشرب قهوة الصبح قبل ما ينتراكت مع أي حد، ده بني آدم طبيعي. البني آدم اللي لازم ياخد دواء الضغط أو ياخد دواء السكر علشان يواصل حياته بشكل عادي وما تحصلوش مشاكل صحية كبيرة، ده برضه ستيل طبيعي. اوكي. فده أول تعريف قبل ما نجاوب على السؤال. في كلمة تانية برضه محتاجة تعريف. التعريف هو ايه؟ برضه كلمة معاملة خاصة. يعني ايه معاملة خاصة؟ برضو كلمة معاملة خاصة، طب ما انا لما اشرب القهوة الصبح دي معاملة خاصة، مراتي او جوزي او اهلي اللي قاعدين معايا في البيت لازم يبقوا عارفين ان انا قبل ما اشرب قهوتي، او الشخص ده قبل ما يشرب قهوته، معلش محدش يتكلموا في مواضيع سيريس، محدش يتكلم معاه قوي، يعني نتكلم معاه بعد ما يشرب القهوة. فتاني، هل دي معاملة خاصة؟ هل لما حد بياخد الدواء دي معاملة خاصة ولا مش معاملة خاصة؟ لما الطالب بنطلب منه ان هو يلبس نظارة، هي النظارة دي معاملة خاصة ولا مش معاملة خاصة؟ فهو ده اللي انا بس كنت عايزة انبه عليه قبل ما اجاوب على السؤال ده. تعريف كلمة طبيعي وتعريف معاملة خاصة. في الحقيقة كلنا عندنا حاجات فيها نعتبر، لو حد قريب منك قوي يعرفك او حد يعرفك قريب منك هيقول لك لا يعني انت كده مش طبيعيه. في حاجات تانية ناس كلنا ناس مننا كتير قوي بتبقى محتاجه فيها معامله خاصه زي ما اتفقنا في قصه الدواء. فهل ده معناه انه لما بياخد دواء انه او بيلبس نظاره مش بيمارس حياته بشكل طبيعي؟ لا، بيمارسها بشكل طبيعي طبعا. فاجابتي للسؤال ده هو في الحقيقه كان بنسبه كبيره في تعريف الكلمتين دول: الاكتشاف المبكر والعلاج السلوكي والدمج مع الطلبه اللي عندهم مشاكل او صعوبات تعلم. طبعا بتفرق جدا، وطبعا انا بالنسبه لي ده تعريف ان هو بيبقى طبيعي. لو انا عندي صعوبات تعلم، فانا المفروض ان انا مش بقرا زي باقي الولاد، او القرايه بتاعتي فيها تهتها. لما اخد تدخل مبكر وعلاج سلوكي ويبقى فيه دمج، فساعتها اقرا، بس الريت بتاع مثلا القرايه بتاعتي يبقى اقل من الريت بتاع الشخص اللي ما عندوش صعوبات تعلم، بس انا في النهايه بقرا. ففي النهايه ايه الفرق بين ان حد قرا كلمتين ثلاثه، مثلا انا اسفه، حد قرا جمله في 10 دقايق وحد قرا جمله في 5 دقايق؟ احنا في النهايه احنا الاثنين قريناها واحنا الاثنين فهمناها.
فتاني، هل الاكستندد تايم او الوقت الزياده ان انا بدل ما قريتها في 5 دقايق قريتها في 10 دقايق ده يعتبر معامله خاصه؟ انا بالنسبه لي ده ما يعتبرش معامله خاصه. يعني هو يعتبر حاجه اسمها تاني انه واحد محتاج دواء عشان ياخد الدواء علشان يبقى بيقدر يبرفورم اب تو هيز ليفل. فده اجابه السؤال. الدمج والعلاج السلوكي والمعرفي والتدخل المبكر والجلسات وكل الكلام اللي انا بقوله طبعا بتعمل فرق. بس لو انا عايزها تعمل فرق زي بالظبط منتظر انه انا اخد الانسولين عشان عندي السكر فاصحى بكره الصبح ما يبقاش عندي سكر، يبقى لو بالمفهوم ده لا، يبقى ما بتعملش فرق. لكن لو بمفهوم ان انا هاخد الانسولين عشان ساعتها حياتي او الكواليتي بتاعت حياتي اقدر اعيشها بطريقه احسن وبطريقه اشبه كتير قوي للطبيعي ما عدا الوقت اللي انا باخد فيه الانسولين، يبقى انا كده تمام. اوكي، اتمنى ان الاجابه دي تكون واضحه. وانا بتهيألي انا خدت وقت كتير قوي في الفيديو ده، فانا هعمل فيديو تاني للسؤال التاني.